بركة حياتنا ونور بيوتنا، صحتهم أمانة في رقبتنا. أهلا بيكم في المهم الصح. إزاي نتكلم مع كبار السن لو بيكرروا نفس الكلام؟ لو كبار السن بيكرروا نفس الكلام لازم أهم حاجة نعرضهم على الدكتور. ليه؟ عشان اللي بيكرر الكلام كتير ده ممكن يبقى عنده مشكلة في الذاكرة، ممكن يبقى عنده بدايات ديمنشيا أو ألزهايمر، ممكن يبقى عنده مشكلة في السمع. فرقم واحد لازم نعرضه على الدكتور عشان أعالج المشكلة، يعني أعالج مشاكل الذاكرة. لو عنده مشكلة في السمع أعرف إيه مشكلتها وأعالجها، أركب سماعة. فدي رقم واحد. طب لو احنا بقى عندنا السبب يعني الدارج ان احنا لو في مشاكل في الذاكره، ده مثلا مريض الزهايمر او اي نوع من انواع الدمنشيا، اعمل ايه وهو العيان بيكرر نفس السؤال؟ انا اسمع وكاني بسمع اول مره وارد عليه، يعني كل مره بيسالني برد عليه وكاني بجاوب اول مره. ما اقولوش مثلا ما انت لسه سائل السؤال، ما تعصبش عليه، ما تجاهلش كلامه. بس انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن احول مجرى الحديث، يعني ممكن اخد مثلا من كلامه واقول له مثلا ايه، ده انت فكرتني مثلا بموضوع تاني، وادخله في موضوع تاني. ممكن اكتب له الرد على السؤال اللي هو بيكرره ده، اكتبه له في ورقه. زي مثلا لو هو بيسال على اسم احد ابنائه، فممكن اكتب له الرد عليه في ورقه واخليه معاه. اشغله بانشطه يعملها خلال اليوم، يعني مثلا الست اشغلها في انشطه البيت، مثلا طبق غسيل، تفصص مثلا اكل، ترسم، تلون. الراجل مثلا ممكن يسقي زرع، مثلا العاب بقى، انشطه ذهنيه، كوتشينه، طاوله، شطرنج، سودوكو، كلمات متقاطعه، اي انشطه ذهنيه. اشغلهم برضو بانشطه مجتمعيه، اخرجهم يخرجوا، لازم يخرجوا يتفسحوا. هم ساعات بيبقوا زهقانين مش لاقيين حاجه يعملوها، فالمشاكل السلوكيه وتكرار الكلام في الحاله دي بيزيد. لو انا بشغلهم طول الوقت بانشطه مجتمعيه، لا ده بيخليهم المشاكل السلوكيه وتكرار الكلام ده بيقل كتير. فاخلي الناس المحببين ليهم يجوا يقعدوا معاهم، الناس اللي في سنهم اكتر، العمام، الخلان، الاصحاب، يجوا يقعدوا معاهم. وانا برضو اخرج الاهل دول وافسحهم كتير. برضو أنشطة رياضية لازم يمشوا، التمشية والحركة، إن أنا أخرج وأتمشى. دي من الحاجات برضو اللي بتقلل الاسترس وبتقلل الضغط العصبي وبتقلل التوتر، وفي نفس الوقت بتقلل المشاكل السلوكية اللي بتبقى عندهم. فالحاجات دي لما بنعملها بشكل منتظم، لا بتقلل التكرار الكلام وبتقلل الهيبرة بقى والعصبية اللي بتبقى عند كبار السن. وبتمنى لكم حياة صحية خالية من الأمراض، ومستنية أسئلتكم واستفساراتكم في الكومنتس، وأشوفكم في الحلقة الجاية على خير.